بسم الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله معايا كده وصفه سهله وسريعه وبسيطه، تنفع فطار تنفع عشاء تنفع كمان غدا على مدار اليوم كله. تابعوني كده وشوفوا معايا الفيديو للاخر، ان شاء الله الوصفه تعجبكم. المكونات اللي هحتاجها في الوصفه علشان نشتغل في وصفتنا النهارده، وزي ما قلت لكم الوصفه دي على مدار اليوم كله شغاله، سهله وسريعه وبتنجز كده. معايا هنا بيض، معايا ملح وفلفل اسود، هحتاج معايا سلامي وزيت زيتون. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه وطعم حلو. تابعوني كده وشوفوا معايا الفيديو للاخر. قبل ما ابتدي في الوصفة بتاعتنا، لو اول مرة بتشوفونا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. فعلوا كده الجرس علشان يوصلكوا كل جديد وكومنت حلو منكم. لو عندكم اي استفسار اكتبوه كده في الكومنتات وهنرد عليكم. اكتبوا لنا كمان بتتابعونا من انهي بلد وايه رايكم في وصفتنا النهارده وايه الوصفات اللي حابين نقدمها معاكم. هجهز كده في المكونات بتاعتي ونبتدي نشتغل في الوصفة بتاعتنا، وهقولكوا على المكونات اللي هنحتاجها تاني. انا هشتغل بزيت زيتون، حابين تشتغلوا بزيت نباتي بزبدة بسمنة براحتكم. معايا هنا بيض ومعايا ملح وفلفل اسود عشان البيض وزفارة البيض احط له فلفل اسود. معايا هنا سلامي هنشتغل فيه كده وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. هاخد كده كمية السلامي اللي انا عايزاها وابتدي اقطعها قطع وبعد كده نكمل في وصفتنا. معايا هنا البيض هضيف عليه ملح وفلفل اسود وهخلطه كده بشوكة علشان افك البيض وادوب الملح والفلفل الاسود في قلب الوصفة. هاخد الكمية اللي انا عايزاها كده وابتدي اقطعها مكعبات صغيرة. دلوقتي كده على النار هبتدي احط زيت زيتون. معايا هنا البيض هحط عليه ملح وفلفل اسود واخلطهم كده بالشوكة كويس. على النار هنا الحاجة اللي هشتغل فيها زي ما قلت لكم انا هحط زيت زيتون، حابين تحطوا زيت نباتي تحطوا زبدة او سمنة براحتكم، حابين تحطوا زيت وسمنة او زبدة مع بعض براحتكم برضو. المادة الدهنية دي انتوا تتحكموا فيها. انا هشتغل هنا بالزيت زيتون، هضيف كده شوية حلوين وهحط معايا السلامي واديله تشويح الاول قبل ما اضيف البيض.
هقلب فيه كده لحد ما لونه يبتدي يغير معايا ويخش في التسويه. دلوقتي كده بعد ما السلامي خد معايا تشويحه ولونه بدأ يغير معايا، دخل فيه التحمير كده، هبتدي انزل عليه بالبيض وهقلب. هخلي بقى البيض لحد ما يستوي وتبقى جاهزه معايا الوصفه. هقول لكم تاني عملت ايه هنا. حطيت زيت زيتون، نزلت بيه سلامي مكعبات كده، شوحته الاول خد معايا لون حلو، وبعد كده رحت ضايفه عليه البيض اللي خلطاه مع ملح وفلفل اسود. ما نكترش من الملح لان السلامي والحاجات دي بتبقى فيها ملح، عشان تبقاش معانا الوصفه حادقه. فحطيت كده رشه من الملح بسيطه وفلفل اسود، خلطت بيهم البيض. بعد كده نزلت بيهم على السلامي هنا كده. هسيب بقى معايا البيض لحد ما يستوي وتبقى جاهزه معايا الوصفه اني اقدمها. خلصت كده وصفتنا النهارده، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وصفه سهله وبسيطه وسريعه بتنجز معانا وبتخلص كده. تابعونا وتابعوا وصفاتنا ان شاء الله تعجبكم. ممكن تبدلوا السلامي باي حاجه تانية، ممكن بسطرمه، ممكن لانشون، ممكن رومي مدخن، براحتكم. تابعونا وتابعوا وصفاتنا وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كمان كومنت حلو منكم، ولو عندكم اي استفسار اكتبوا كده في الكومنتات وهنرد عليكم. اكتبوا لنا كمان بتتابعونا من انهي بلد. وخلصت كده وصفتنا النهارده، ان شاء الله تعجبكم الوصفه.